ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيال كده بقالهم كام يوم بيحربوا على ان هم يطلعوا ايه، نفطر في يوم بره. انا نفطر في يوم بره دي صعبه بالنسبه لي مع مك. هتبقى طبعا رضاعه وما اعرفش ايه، فمش مش هنعرف نفطر بره. طب نجيب الفطار هنا؟ لا نفطر بره. فقلت طب خلاص انا هعمل لهم النهارده الفراخ المقرمشه اللي هي زي الكنتاكي، يمكن ايه يسكتوا شويه. جبت فرخه كده بقطعها على 8، تقطعها على 7، على 9، على حسب حجم الفراخ اللي عندك. يعني لو قطعة 2 الصدر، لو متوسط قطعة 2، لو كبير شوية قطعها على 3 كده. انا كنت جايبه فرختين وكنت خاليه، واخده صدرين كده، فحطيت كمان الاجنحه اللي بتبقى ماسكه في الصدور اللي انا كنت خاليها. قلت بالمره ايه، اسلقها مع دي عشان مش تنفع في مره لوحدها. فانا الفرخه التانية خدت الاجنحه بالحته اللي ماسكه فيها دي من مكان الصدور اللي انا خاليها من الفرخه التانية. وخدت وركين من هنا قطعتهم على 4. وخدت صدر كمان قطعته كده على 2 أو 3 على حسب ايه حجم الصدر اللي عندك. كنت انا حطيت في الميه بصله، وحطيت كيس طماطم من اللي انا ببقى مسبكاه، الميه اللي انا حطيت فيها شوربه ورا دي، وورق لورا. ولما غيرت نزلت بقى بالفراخ. هنا بقى كنت بعمل الكاتشب، حطيت برضو نص كيس طماطم تقريبا من المسبك، بس اهم حاجه تكون مصفياه. نص كيس طماطم هتحط عليه ملح وفلفل وتوم باودر، ملح وفلفل وتوم باودر. دي البهارات بس بتاعه الكاتشب. انا كنت بعمل لهم كاتشب لما بحب ما بعمل بيتزا، بعمل الفراخ الكنتاكي دي والحاجات دي، بحب اعمل الكاتشب عشان يعني اللي بيبقوا عايزين مثلا ازازه لو مش متوفر جنبك هنا غير الاكياس، فالاكياس مش هتكفي. فانت لو اتعودت على عمل الكاتشب، انت تعمليه عادي كانك بتقلي بطاطس قدامك. انت لو مطلعه كيس الطماطم، خدت مثلا 3/4 للفراخ وخدت بقيه الربع ده للكاتشب. حلو. الكوبايه دي بقى انا حطيت، يعني هو نص لو انت بتعملي بالمج، نص كوبايه سكر ونص كوبايه خل. السكر قد الخل، عايره بقى بالكوبايه اللي انت بتعملي بيها. الكميه قليله هتحط ربع سكر وربع خل. يبقى انا حطيت الطماطم اللي متسبكه، او لو انت لسه هتسبكيها تستني لما تتسبك، وتحطي ملح وفلفل وتوم باودر. ونزلت بنص كوبايه سكر ونص كوبايه خل وكيس صلصه، او معلقه صلصه من عندك، لان انا هحط معلقه نشا. معلقه نشا صغيره بتضربها في ربع كوبايه ميه، فمعلقه النشا بتخلي لون الطماطم يفتح شويه، فلازم تكوني حاطه له معلقه صلصه. حسيت كمان ان اللون فاتح شويه، فجيت حاطه لها ايه قد معلقه صغيره كده بابريكا. ما يستحسنش ان احنا نحط بابريكا، بس انا بس حطيتها علشان اللون. النشا بقى هيتقل القوام بتاع الكاتشب. بقول لك بص دلوقتي يبقى خفيف كده. دقيقه كده، لما يا دوبك هيغلي بس دقيقه واحده وتطفي. يا دوبك هيغلي دقيقه واحده يبقبق كده، يبقى خلاص النشا استوى. وهتقومي طافيه، هتلاقي بقى القوام خلاص اختلف. انت ايدك وانت بتحركي بالمعلقه تحس ان هي خلاص بقت تقيله، انت من غير ما اقلب او انت حسيتي كده ان القوام بقى مختلف، حتى بقى بينزل اتقل من على المعلقه خلاص. ولما هتسيبيه بقى يهدى شويه كده يبرد، وبعدين تدخليه الايه التلاجة. هنا كنت بسخن ميه عشان احط فوقها مصفى اعمل على البخار ايه. فاكره يوم العزومه ما كنت بقول لك انا بجيب الكسكسي والمخروطه والمصروطه والحاجات دي من واحده هنا بتعملهم كده، وبتبيعهم في الاكياس كده كيلو. فانا بجيبها واحطها في الفريزر عشان لما ابقى محتاجاها تبقى جنبي، لان الست مش جنبي، في بلد كده جنبنا. ففتحت كده الكيس كنت مطلعه من الفريزر. لا ما كانش في دماغي ان انا هعمله، انا كنت قلت هعمل رز بسمته وخلاص. وبعدين البت المس قالت لي انا عايزه اكله يا ماما. فطلعت بقى كيس الكسكسي ده، يعني ما كانش فات عليه نص ساعه، فحطيته بقى على البخار ده على ما يفك شويه. هغطيه كده. لما هي بقى تبقى طبعا عاملاه في القماش والحاجه اللي هي مبخراه والحاجات دي بتبقى مجهزاه كل حاجه. احنا بس نقعد نحطه على البخار كده، ولما بيفك كده مع بعضه حطيت له بقى ايه، تحط له كده معلقتين سمنه صفرا، معلقتين سمنه بلدي، معلقتين سمنه عندي من اللي عندك. اي معلقتين سمنه تحطهم كده، تسيبهم كده دقيقتين كده على الوش، هتحس ان هما بداوا ينزلوا يفكوا كده على البتاع، اقوم مقلباها بس كده. ده بقى اسهل حاجه لو انا مستعجله بطلع الكيس اعمله وخلاص. يعني لو انا مش في دماغي اعمل حاجه وعايزه اعمله مع الفراخ او حاجه، فاعمله خلاص. هنا بقى قلت اما اعمل لهم كوبايه رز بسمتي كده جنب الطبق ده. حد يعني حب حد ياكل رز بسمتي، حد حب ياكل كسكسي. الرز البسمتي ده كانوا حبه باقيين عندي من يوم العزومه، كنت مبقيه لما فاكره لما كنت قايله كنت هعمل 2 كيلو، احس ان هم كتير فشلت شويه. شلت نص كيلو تقريبا، هعمل منه النهارده مج ونص. وطبعا اتبقى طلع ما حدش كلهم، بيبقى حاجه مختلفه، بياكلوا الحاجه المختلفه ويسيبوا الحاجه دي. انا حطيت بقى التوابل هنا في الاول اتلسعت مني سنه. فانا إن انا لما هما كانوا حبه صغيرين، انا الاول بحط بصله اساسا اشوحها وقرن فلفل، وبعدين انزل بالرز. فالكميه صغيره بقى ايه، والله كسلت اعمل بصل. فقلت خلاص مش مشكله احط التوابل النهارده واشوحها كده، وبعدين احط اللي عليها الرز. انا حطيت بهارات كبسه ولون زعفران وحبه ملح بس، يعني لون زعفران وحبه ملح وبهارات كبسه. حطيتهم كده وحطيت الرز عليهم كوبايه ونص، حطيت لهم 3 الا ربع ميه. كوبايه ونص رز حطيت لهم 3 الا ربع ميه. انا ما نقعتش الرز، طبعا غسلته بس خد دقيقتين بس كده في الميه، ما تنقعش يعني. حطيت له كمان ايه نطره زعفران كده، قلت يمكن تخليه لون يفتح شويه.
ولما يعني بس لو انت عايز تعملي الطريقه الحلوه للرز زي ما انا بعمله كل مره، شوحي بصله الاول وبعدين حط لها قرن فلفل، بصله بس تصفر كده، وقرن فلفل، وبعدين انزلي عليها بالبهارات بتاعتك تشويحه بسيطه، وانزلي عليها بالرز، قلبيه تقلبتين، وانزلي عليه بالميه بتاعتك كده. كنت طلعت الفراخ في مصفى، والشوربه خلاص، بقول لك خلاص كده انا هطفي عليها. هنا بقى حطيت في طبقين دقيق، في طبقين هنا دقيق عشان اعمل لهم الخلط. هتحط على الطبقين البهارات اللي انت بتحبيها. انا حطيت ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وهحط نشا، وشويه بيكنج باودر صغيرين على نفس الطبقين، نفس البهارات. انت بقى لو عندك بهارات فراخ، بهارات البروست، هتحط الدقيق وفوق البهارات دي وخلاص، مش هتحط اي بهارات تانية. ماشي كده. ده البابريكا اهي، هنا حبه صغيرين وهنا حبه صغيرين، واحط لهم برضو سنه زعفران، لان اللون الاصفر ده بيبقى زي اللون اللي انت بتشتريه من بره، هو ده اللي بيخلي العيال ايه، يفكروا ان هي إيه زي اللي بره كده بالظبط. هنا بص الحته الصغيره دي على طرف المعلقه زعفران من هنا، وعلى طرف المعلقه زعفران من هنا. كنت انا دلوقتي بجيب برطمان بتاع النشا، احط معلقتين نشا هنا ومعلقه هنا اهو. انا احط النشا دي اللي بتخليها تقرمش، ما بتخليش الحاجه منك طريه. احط هنا على الناحيه دي الطبق الطبق اللي هيبقى جاف، اللي هناك ده اللي احط فيه ميه. البيكنج باودر بقى احط يعني انا قد ربع معلقه هنا وربع معلقه هنا بس مش اكتر. يبقى احنا حطينا الدقيق وفوقيه البهارات اللي انت بتحبيها، ومعلقه نشا كبيره او معلقتين نشا كبيره على حسب كميه الفراخ اللي عندك، وربع معلقه بيكنج باودر او نص معلقه بيكنج باودر. تقلبي كده الطبقين، قلبيهم نفس التقليبه. بس الطبق اللي ورا ده بقى هجيبه اقلبه عشان انا هحط فيه الميه. انت طبق بتسيبيه كده جاف زي اللي احنا عملناه من ورا، ما تحطوش بقسماط ولا حاجه، هو بالدقيق بس بيطلع كويس وكل حاجه يعني، ما بتحتاجيش حاجه. هنا بقى احط عليه كده ميه. بص لون الزعفران بيبان على طول ازاي، عشان كده بيبقى بقول لك زي لون الفراخ اللي انت بتشتريها، هو اللون الاصفر اللي مش الكركم كمان، الكركم يعني بيبقى اغمق من ده سن، لون الزعفران لونه فاتح، فبيديك الدرجه اللي انت بتبقي مفضلاها او اللي انت بتبقي شايفاها بره. بقول لك لا القوام ده تقيل، عايز يخف كده، يخف لحد ما تبقى بتحط الحته تشيل معاكي كده، ما ينفعش يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي. بس كده انا جبت له المضرب كده عشان يفك كده، فكيته. فبص بقى ده القوام ده، القوام ده عشان الحته تشيل معاكي. هجيب بقى الفراخ كده اللي انا كنت طلعتها اللي مطلعاها في المصفى، احط بقى هنا حتتين بحتتين كده، حتتين بحتتين، احط الحته كده اعملها. وانا عايزه قلت خلاص اجيب لها معلقه من اللي هي بتاعه طقم التوزيع دي اللي هي المخرمه، علشان ايه اشيل عليها الحته تصفي كل اللي عليه، او تشيلها بايديك تخبطها كده في الطبق بالراحه. بس احنا بنعمل بس خطوه المعلقه عشان بس ايديك ما تبقاش ايه فيها عجين. فانت لو هتعملي الخطوه دي يبقى ايد فيها العجين ده، الخلطه دي، وايد فيها الدقيق. انا هعمل واحدتين كده وبعدين هكمل بايدي. انا برتاحش غير لما اعمل حاجه بايدي، ببقى يعني شايفه الخلطه عليها قد ايه، نزل قد ايه كده. هتحط بقى كده في الدقيق برضو واحدتين كده. بص بقى بالراحه كده، ما تخبطيش بقى قوي عليها زي البانيه، ما تتكيش عليها قوي زي البانيه. هتحط كده بالراحه بس كده، وهتخبطهم بقى في بعض كده عشان يعملوا لك الطبق المنحكش. انا كنت بحاول احط تحت الجلد وبعدين شلتها، هما كده كده العيال مش بياكلوا الجلد بيشيلوه، فقلت خلاص هعمل لهم على الفراخ نفسها عشان تبقى مقرمشه عشان يعرفوا ياكلوها كلها. بيقعدوا يقولوا لا مش عايزين دي في الطبق المقرمشه يا ماما، راحت في الجلد والحاجات دي. فجيت شايلها ايه من قصرها وتخبطوهم كده في بعض، تديكي بقى الطبق اللي هي المنحكشه دي. الحته اللي عليها خلطه بزودها كمان ايه، دقيق كده، واحط كده جنب في الصينيه. انا كنت خلاص اطلع المصفى هقلي يعني، كنا خلاص تقريبا الساعه بقت عدت 5:30، فكنت خلاص هقلي. انا مش بحب اعمل يعني الخطوه دي بدري واسيبها، يعني قبل القليه على طول اعملها. ولو انا كنت مولعه على الطاسه كنت اللي انا هعملهم اطلعهم احطهم على طول. بس مش عارفه انا كنت حاطه ايه على على النار، كنت عايزاه يشيله الاول وبعدين احط الطاسه. فقلت خلاص وانا واقفه هعمل الخطوه دي يعني وانا واقفه كده. طالما واقفة وحد واخد مني مكة وكده يعني بستغل أي وقت إن أنا أعمل فيه أي حاجة. برضو كذلك الحتتين التانيين كده تاخديهم كده تخبطي كده في بعضهم كده عشان يعملوا لك الطبق الإيه اللي هي المنحكشة اللي بره على الخلطة اللي هما بيجيبوه. الستريبس أنا بعمله تقريبا بنفس الطريقة، بس هو أحسن حاجة بتخلي لونه أو شكله قريب من اللي بره اللون بتاع الزعفران ده. يعني هتريك ب20 جنيه خليهم عندك، هو طبعا الزعفران غالي، فأنت هات بس ب20 جنيه كده واركنهم عندك. هتاخدي على طرف المعلقة كده، على ربع المعلقة. هنا احط في الطاسه بقى، انت عارفه انا مش بكتر يعني، خلي الطاسه زيتها حلو كده، مش قليل قوي، على مش يعني اكتر من البطاطس شويه، علشان ما تحركيش الحته اول ما تحطيها. يعني انا حطيت كده مش هحركها لما خلاص بدات عملت طبقه منحكشه من بره ونشفت، عشان الكفر اللي بره ما يفكش منك. انت هتشوفي معانا مفيش ولا كفر هيفك، برغم ان احنا ما دخلناش تلاجة ولا فريزر ولا حاجه. لو انت بتقلقي منها، بعد ما تعملي الخطوه اللي انا حطيتها في الصينيه دي، دخليها التلاجة شوية، ان شاء الله لو نص ساعة حتى. هنا بقى بص كده بدأت خلاص مسكت في بعضها، حتى الحتتين مسكوا في بعضهم. بص بقى اظن اللون باين، وبدأت خلاص انت شايفة اصلا إن الطبقة بدأت تقرمش من الناحيتين، من هنا ومن هنا، عشان خاطر الزيت غزير. قلبتها الناحية التانية برضو هسيبها دقيقة. طبعا احنا مش مستنيين سوا، احنا بس بناخد الكفر الخارجي، احنا مسويينها في السلق، انا مسويها سوا كامل
يعني كأني هطلعها احمرها، انا مسوياها سوا كامل. انت لو بتحبي بقى تعمليها من غير سوا، هتجيبي فرخه اصغر من كده، بقولك تبقى مقرمشه ازاي مش بتفك. هتجيبي فرخه مثلا كيلو وربع او حاجه، وتقطعها برضو 8 عشان تبقى القطع صغيره، وتتبليها تنقعها من بالليل في زبادي او لبن مع التوابل بتاعتك. لو انت مش عايز تسلقيها، هتجيبي الفرخه كيلو او كيلو وربع، وتقطعها 8 عشان تبقى القطع صغيره، وتحطها من بالليل في لبن او زبادي انت تتبليها بكده، والتوابل بتاعتها. تحط الزبادي او لبن اللي انت تحطيه، وحط مثلا كام مكعب مرقه دجاج مع البهارات اللي انت هتحطيها، وهتغطيها بستريتش كده، وتدخلها التلاجة لتاني يوم. لازم تكون نقعها من تاني يوم لو انت مش هتسلقيها، علشان تبقى مستويه معاكي من جوه. وهتحطيها مثلا في زيت اكتر من ده وانت بتقليها لو انت مش مسوياها، وهتغطيها. هتغطيها شويه، يعني هتاخد اول ما تاخد كفر كده تقوم موطيه لها النار ومغطياها. فغلبه غلبه واكتريه الاوقات الفراخ بحس انها مش مستويه برضو قوي. بحس ان الفراخ مش مستويه قوي. فانت لما تسويها كده يعني نص سوا حتى، لو انت سويتها حتى نص سوا حتى، هفتح لك حاضر يا مكة. خدي كوكو. لو سويتها حتى نص سوا، تلات ارباع سوا، فانت كسبانه وقت وطعم، وانت ضامنه خلاص ان الفراخ مستويه. بص عملت طبقه مقرمشه ازاي، وطبقه جميله ازاي، ومفيش ولا كفر واحد فك منها، وكلها ناشفه وكلها مقرمشه. ده اللون بقى زي ما بقولك الرز غمق شويه، وده الكسكسي كله مفرفر وجميل، والمعلقتين السمنه وعاديين مش سمنه بلدي ولا حاجه. وغرفت لهم طبقين شوربه، وده الكاتشب اللي احنا كنا عاملينه. انا ما وريتهولكيش بعدها، بعد حطيته بقى في التلاجة لما برد، حطيته في التلاجة شويه عشان نطلعيه كده. وجبت لهم برضو كيس شيبسي كده، ما قالتش بقى بطاطس ولا حاجه، ما كنتش فاضيه بقى انا للكلام ده. قلت لهم هاتوا كيس شيبسي بقى وخلاص. اكله حلوه بدل ما يطلعوا ياكلوا بره. اكلناهم هنا، ما طلعناش ما غلبناش نفسنا عشان خاطر مكه. وهم برضو في الاخر ايه انبسطوا. بس انت هتنبسط من طريقه الفراخ خصوصا لو سلقتيها. لحد دلوقتي اهو انا كنت خلصت آلية، والاولانيه زي الاخيره كلها مستويه وكلها ناشفه ومقرمشه. تحفه، هتعجبك. جربيها بقى والف هنا وشوفي يا رب عليكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.